السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنرحب بكم من جديد على قناتي عالم ليلى. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا دجاجه محمره على الطريقه ديال المناسبات المغربيه، كتجي لذيذه بزاف ومدغمره وبطريقه سهله وبسيطه. بالنسبه للمقادير الوصفه ديال اليوم غادي نحتاجوا الدجاجه كما كتشوفوا معايا، غسلتها مزيان بالملحه والحامض وخليتها حتى تسقطرات مزيان. بالنسبه للمقادير الشرموله عندي هنا معلقه كبيره ديال الربيع، الهريسه حسب الذوق، معلقه صغيره ديال السمن، الا كان حار غادي ديروا غير نص معلقه صغيره، ضمت البنه ديال زعفران، نص معلقه صغيره ديال القعقله وبسيبيسه. عندي هنا اللب ديال نص حامضه قطعته مزيان، غير داك اللب ديالو القشره ما كديروهاش، نص معلقه صغيره ديال البزار، نص معلقه صغيره ديال القزبور حبوب، نص معلقه صغيره سكينجبير، نص معلقه ديال الخرقوم، جوج دروس ديال الثومه حكيتهم، والملح كيبقى حسب الذوق. وعندي هنا الماء من طبيعه الحال باش غادي نخلطوا التشرميله. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نشرملوا الدجاجه، بسم الله. غادي نحطوا الربيع، الهريسه، السمن، كلشي غادي نحطوا في هذا الاناء. غادي نفرتو هاد الضمه ديال البنه وغادي نخلطوها بالماء، بسم الله. غنخلطوا هاد المكونات ديالنا مزيان باش نشرملو الدجاجه. بسم الله. غنبداو نشرملو في الدجاجه ديالنا كما كتشوفوا معايا. غادي تحاولوا تلبسوها مزيان بهاد التشرميله باش تجيكم بنينه. بالنسبه للصدر ديال الدجاج هنا درت فيه تقبته بالموس باش تدخل لينا التشرموله لداخل باش يجيكم الصدر بنين. حاولوا تدخلوا التشرميله بين الجلده واللحم كما كتشوفوا معايا. كما كتشوفوا معايا انا شرملتها مزيان. دابا غادي نغطيها بشي حاجه وغادي نخليها ليله كامله باش تشرب ليا مزيان هاد الشرموله. نتوما الا كنتو زربانين غادي تخليوها على الاقل واحد 3 سوايع وغتبداو طيبوا. دابا غنخليها ليله كامله ونتلاقاو ان شاء الله باش طيبوا فيها. الدجاجه ديالنا كما كتشوفوا معايا خليتها بات ليله كامله في التشرميله تشربت ديك التشرموله مزيان، وجمعتها بالخيط باش ما تزلاش لكم في الطياب. ضروري خاصكم تجمعوها بالخيط باش ما تزلاش في الطياب. دابا غادي نبداو نصبوها ان شاء الله. غادي نجيبوا جميله، بسم الله. غادي نحطوا البصله، عندي هنا جوج بصلات متوسطين قطعتهم طرفات صغار كما كتشوفوا معايا. غادي نحطهم في الجميله مباشره. وغادي نحطوا الدجاجه ديالنا على الصدر ديالها.
غادي نحطو داكشي اللي بقى ديال التشرميله، وهاد العنيقات قطعتهم طريفات صغار. صافي دابا غادي نرمي ليها الماء غليان كما كتشوفوا معايا. ما غاديش نحتاج انني نشحرها في الزيت، الا درت ليها الزيت من الاول ما غاديش تشرب ليا مزيان ديك الشرموله. غادي نخويو الماء غليان كما كتشوفوا معايا. صافي دابا وغادي نحطها تغلي فوق البوطه. بالنسبه لهاد الكانصات والكبده غادي نحط عليهم الماء وغادي نخليهم يطيبوا في هذا الفريع ديال الثومه ونتلاقاو. في المرحله ديال الطياب ديال الدجاج ديالكم غتبقاو تحركوا الدجاجه بهذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا باش ما تلصقش لكم في الطنجره بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي تاخذوا شويه ديال الشوا وغتبداو تقبوها بهذه الطريقه باش يبان لكم واش الدجاجه دخلها الطياب ولا باقي. الا دخلتو وخرج الماء يعني راه باقي خاصها الطياب كما كتشوفوا معايا. الا خرجناش صافي راه الدجاجه طيبه. دابا غادي نخليوها حتى طيب ونحيدوها. متتبعين ديالي الدجاجه ديالنا صافي راه حيدناها طابت كما كتشوفوا معايا. دابا غادي نزيدو ربع كاس ديال الزيت فيه زيت الزيتون وزيت الروميه. وغادي نحط دوك الكانصات والكبيدات اللي سلقت من قبل. صافي غادي نخليو دابا البصله حتى تنشف وتغمر لينا المريقه ونتلاقاو ان شاء الله. الدجاجه ديالنا راه طيبه كما كتشوفوا معايا. حطيتها في هذا المول اللي كيدخل الفران وغادي ندهنها بهذا الخليط اللي فيه شويه ديال السمن مع شويه ديال الهريسه باش ندخلوها تحمر. كما كتشوفوا معايا الدجاجه ما حيدش ليها داك الخيط حتى تكمل الطياب ونبغيو نحطوها ونحيدوا ليها الخيط. المريقه ديالنا صافي ها هي واجده كما كتشوفوا معايا. حنا كنبغيو الدجاج ما يجيش ناشف بزاف، خليت شويه ديال البلول. بالنسبه اللي بغات التغميره تجيها ناشفه غتخليها تزيد تنشف. دابا غادي نحطو في الصحن ديال التقديم. بسم الله. الدجاجه ديالنا كما كتشوفوا صافي هي حمرتها حطيتها في الصحن ديال التقديم. دابا غادي نحطو المريقه ديالنا. بسم الله. بهذه الطريقه تحاولوا توزعوا هاد القناصي والكبيدات على الطبسيل ديال الدجاج. دابا بقى ليا غير الزيتون سلقته في شويه ديال الماء باش تنقص منه ديك الملوحه. وعندي هاد النص حامضه مصيره عمرته بالهريسه غادي نحطوه على الدجاجه كما كتشوفوا معايا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق. الى عجبكم لا فيديو ديال اليوم ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الزر الاحمر للاشتراك باش يوصلكم كل جديد. خليتكم على خير والصحه والراحه، الى اللقاء.